يا بختهم اللي ما بيشجعوش الاهلي. اللي ما بيشجعوش الاهلي يا بختهم. يا بختهم. الله الله الله. ليه بقى؟ لانهم اقول لك حاجه. الاهلي ما عندوش طرف انه يخسر بطوله. فعايش على اعصابه، بمجرد ما يخسر بطوله مش عارف يستمتع بكل ما حققه. يحاسب على ما يفقده. مطالب بالاحتكار وفي كل الالعاب. غيرنا بيفرح ما يتبقى من الاهلي يتنافس عليه الاخرون عشان يفرح ويعملها بطولات استثنائيه. البطوله الاعز لدى المنافس هي تلك التي يفوز بها، وتكون الوحيده، او تكون في لعبه وحيده، او تكون في ظرف غريب واستثنائي كله دهاليز، واخد بالك؟ ولكن ما ان يفوز يا عيني يا عيني يا صلاة النبي، ايوه كده، وتشعر ان انت خسرت الجلد والصقر. يا بختهم لان عندهم اكثر من بديل. الاهلي لا يستطيع ان يفرح الا باداء الاهلي وبتشجيع الاهلي. اما منافسه فهو ينتقل من تشجيعه لفريقه ثم الى اي فريق يلاعب النادي الاهلي. يتصادف ان احد الفرق من عشرات الفرق سواء المحليه او الاجنبيه يفوز على الاهلي حتى لو كان ريال مدريد عشان يحفل عليك. تصور يا خيبتك يا اللي بتخسر من ريال مدريد. يا بختهم لانه يستطيع وبكل نفس مطمئنه وهدوء واريحيه يقول لك يا ابو خمسه، وهو خسران منك 5 السنه دي. بس لا جاب فيك 3 اجوان. يا بختهم لانه عندما تفوز ببطوله يقول لك بس نكدت عليك بهدف. هدف شيكابالا اللي نكد عليهم وطفى فرحتهم اللي عاملين نفسهم كسبوا بالبطوله. يا بختهم اللي يستطيعوا انهم يحولوا الانظار عن احداث المباراه ليحتفلوا بلحظه لم ينفردوا بها في المباراه، فيجي يقول لك ايه؟ لولا كوره زيزو في ماتش القرن كان الزمالك كسب. ده انت قبليها بدقيقه ما تجيب كده، يا ريت جابوا لنا كوره حسين الشحات وكوره زيزو في نفس المباراه. حسين الشحات والمرمى فاضي ومن 6 يارد الكره بتتحط في العارضه. نسيوها واعتبروا اللي بعديها بنص ساعه اللي متشاطه من بره 18 بتلف للخارج فخبطت في العارضه ان هي دي الفرصه اللي غيرت المباراه. يا بختهم. يا بختهم لما يجي يقول لك لولا الكوره بتاعه اطهر اللي ضاعت كان الاهلي خرج، وده حقيقي. بس كمان لو الكورتين جم لولا الكوره بتاعت هاني اللي ضاعت وامام نفس الفريق سان داونز ما كانش الاهلي يحتاج لكره الاطهر. طب لو كورتين جم كان الاهلي بقى في المركز الاول. تخيل لو ضربتين الجزاء دول دخلوا في سان داونز كان خسر 4 بونت، كان الاهلي بقى الاول في المجموعه. فيقول لك ده حظ الاهلي، ده حظ الاهلي. تخيل يستطيعوا بهذه الآلة الإعلامية الجبارة أن ينسوك الحقيقة ونبلع الطعم وجمهورنا يبلع الطعم ويساير. يا بختهم لأنهم يعملوا من لحظات الأزمات انتصارات. عندهم رئيس عبقري بجد، أنا أحيي الأستاذ مرتضى، يستطيع أن يخلق من كل أزمة تبلعها وتنساها. من كل موقف أزمة تبلعها. ذكاء ذكاء ذكاء.